موسم جديد وطموحات وانتظارات متجددة لجماهير الافريقي بعد التغيير الشامل اللي عرفه الفريق على المستوى الاداري وانتخاب هيئة برئاسة محسن الطرابلسي وفنيا بقدوم الجنرال فوزي بنزرتي اللي يرجع لأسوار باب جديد للمرة السابعة. والبنزرتي يحقق رقم قياسي في الحضور في البطولة للمرة 36 متواجد في الرابطة الأولى في مواجهة أحد المدارس العريقة لكرة القدم التونسية مستقبل المرسى العائد لدوري الأضواء واللي يحافظ على إطاره الفني عامر دربال مهندس رجوع القناوية للرابطة الأولى بتشكيلة تعرف زوز انتدابات فقط في السياق بن علي وشوات القادمين من ليتوال ووسط ميدان فيه الزمزمي وصغير الثابتين على غرار الموسم الفارط. سي نورمال دي جوور كونفيرمي كيما فراس وحسام دي انترناسيونو معناتها ان شاء الله يعطيو لو بلوس الكوب افريكان باذن الله هما وباقي الاولاد اللي موجودين سواء باش يبداوا ولا يكملوا ولا الاولاد اللي جايين في الطريق ان شاء الله. في المقابل عامر دربال يعول على سداسي جديد مع غياب الاجانب في التشكيله الاساسيه والاحتياطي. تعرف انت الانتجراسيون والادابتاسيون باش تصير يلزمها شويه وقت، حاولنا قدر المستطاع وبكل يعني احترافيه باش نخلطوا الملاعبيه باش نخلقوا بوكو معناها ديكيليبر بيناتهم. قبل بدايه الماتش يبدا بتكريم بطل العالم في السباحه احمد جوادي وتفاعل كبير للجوادي مع جماهير فيراج الكلوب. التوقيت 63 دقيقة لعب، المدرب بنزرتي يقحم محمد صادق محمود مكان كوزومبي. النتيجة 0-0. الافريقي يعاني هجوميا ضد دفاع متماسك للقناوي. 10 دقائق من بعد كورة تبدا من الزعلوني، تمهيد بالراس من شوات للخضراوي اللي بدوره بالراس يمهد لمحمد صادق محمود على الطائر، كورته في الشباك وفرحة هستيرية لابن قربة. أول هدف في الموسم بأقدام محمود في سن 19 سنة و10 أشهر. كرويا مباراة محترمة من الفريقين رغم أنها في بداية الموسم. الشوط الأول الكلوب حاول ياخذ بايو من اللول، بداية قوية 3 ركنيات متتالية دون نتيجة. إجابة سريعة من المرسى وأنور الجويني من وسط الميدان يحاول يباغت ليفرني كورته جانبية. الكلوب يعمل ضغط على الدفاع المرسى بتحركات كيزومبي والتصويب من الزمزمي في دين سامي هلال والتركيز على الجهة اليسار بتوغلات بن علي، لكن غابت اللمسة الأخيرة على مهاجمي الإفريقي. مع مواصلة الإخفاق في الكرات الثابتة ومع بلوغ الدقيقة 33 أبناء البنزرتي صعبت عليهم الأمور والحلول الهجومية غابت. في المقابل نهاية الشوط عرفت خروج أبناء القلاوية للعب في مناطق الإفريقي بصعود الظهير الأيمن عزيز الشاوش وحركية أنور الجويني اللي ولد ركنيات لكن دون نتيجة، ويوفى الشوط الأول بالتعادل 0-0. الشوط الثاني وبداية قوية للإفريقي، زوز فرص في 4 دقائق لغاية الصغير في راس شوات لكن الهدف ما جاش. الكلوب ديما في الهجوم، الزمزمي يصوب تصويبة ممتازة كورته جانبية بقليل، فرصة افتتاح النتيجة للذهاب. 63 دقيقة لعب، فوزي البنزرتي يقوم بزوز تغييرات في وسط الميدان، محمد صادق محمود وشرف الدين عون مكان الزمزمي وكوزومبي، لكن الخطورة تجي من الجانب المقابل. عمل ممتاز من أمان الله بن حميدة، أنور الجويني طليق يضيع فرصة افتتاح النتيجة مع 69 دقيقة لعب. دقيقة من بعد آيت مالك يوزع في طبق للخضراوي بدوره يضيع هدف محقق، وتفاعل البنزرتي مع الفرصة على طريقته. وإذا الخضراوي ضيع فإنه الصادق محمود ما يضيعش، بعد تمهيد من الخضراوي يفتتح النتيجة ويحرز زملائه ويدخل الفرحة في المدارج. هدف عرف يحافظ عليه الافريقي لاخر الوقت امام غياب ردة فعل لابناء القناوي. الافريقي يحقق اول 3 نقاط في الموسم في ثالث ماتش في رادس على التوالي ضد المرسى اللي لا يعرف فيه الهزيمة، وفوزي البنزرتي لسنة 32 لا يعرف الخسارة ضد المرسى. تقريبا الناس ما فماش حتى لاعب كان لعب 90 دقيقة قبل اليوم، معناتها اليوم عندنا دي جوار نشوفوا معناتها دون لا ديفيكولتي كملنا الماتش. لو بلوز امبورطون هو الفيكتوار، الربح يخلينا كما قلت نخدموا في دي كونديسيون باهيين. المباراة الجاية ضد النجم الرياضي الساحلي، واحد من المتراهنين على البطولة، ان جرون كاليبر، ماتش كبير
من دوزيام جورني. الخدمه نتاعنا باش تبدا من غدوه الصباح في الريكوبيراسيون، يلزمنا برشا نخدموا سور سو بلون. بريباراسيون مونتال بالنسبه لبن علي وشوات اللي كانوا يلعبوا عمناول مع النجم هذه الساعه. شوف سي معناتها حاجات عاديه ولات في شامبيونا بروفيسيونيل، معناتها اليوم لهنا غدوه غادي سي ليجيتيم باش يكون فما حاجه سبيسيال، لكن الاولاد بصراحه عندهم من النضج اللي يخليهم يتعاملوا كوم يلفو في دي سيتواسيون باغي. في المقابل مستقبل المرسى قدم مباراة محترمة، مؤشرات إيجابية للبدايات في انتظار انضمام بقية الانتدابات وتأكيد ذلك في باقي الجولة. الله غالب في ذاك سكوند قبلنا هدف اجمالا، ما عندناش علاش باش نحشموا، يظهر لي مقابله محترمه نجموا نبنيو عليها، نطلبوا السماح من جماهيرنا، كنا نحبوا نعملوا نتيجه افضل وما علينا كان نخدموا على رواحنا ونبنيو على النقاط الايجابيه ونحاولوا النقاط السلبيه نصلحوها.